بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقول لك ذاكر. هتقول لي يا عم بذاكر ليه؟ ما احنا بنذاكر من أول السنة، احنا لسه هنتعب تاني ونذاكر تاني، الامتحانات خلاص اهو كلمتين ونعديها. لا، ذاكر علشان مفيش حد يشمت فيك. ذاكر علشان يوم النتيجة ما تعيرش وتخذل أهلك. ذاكر علشان حلمك اللي تعبت علشانه كتير ولسه هتتعب. ذاكر علشان أبوك وأمك اللي بيحبوك، والدك اللي بيتعب عشان يجيب لك فلوس وكتب بطلوع الروح. ذاكر علشان أمك اللي مستنية تبقى حاجة كويسة وتفتخر بيك. ذاكر لأن اللي وصلوا مش أفضل منك ولا عندهم حاجة أكتر منك أو زيادة عنك. الموضوع كله إصرار وعزيمة. أقول لك ذاكر علشان نفسك. ذاكر علشان ما تندمش بعد كده وتقول يا ريت اللي جرى مكان. ذاكر علشان تفتخر بنتيجتك ونتيجة تعبك وسهرك ومجهودك. ذاكر علشان ما ترجعش تندم على الأيام اللي بتضيعها. ذاكر لأن أهلك محتاجين يفرحوا، فرحهم، هتخسر إيه؟ دي أقل حاجة تقدمها لهم. ذاكر علشان مستقبلك، وابعد عن الناس اللي بيدوك طاقة سلبية. انت مش وحش، انت كويس. مين قالك انت فاشل؟ اكسر عينيهم بنجاحك واعرف انك قدها. خلي عندك يقين في ربنا وفي قدراتك. انت تقدر. اجتهد، حاول، عافر، ربنا هيوفقك. كلنا محتاجين نقف، كلنا محتاجين نفرح اهالينا. من طلب العلا سهر الليالي. اجتهد والكل مجتهد نصيب، واكيد في الاخر هنقول الناجح يرفع ايده. كل سنة وانتم طيبين. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.